ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن فيلم ريبيل مون A Child of Fire Part 1. الفيلم بتاعنا من بطولة صوفيا بوتولا وتشارلي هونم وإيد سكيرن وري فيشر، وطبعا الفيلم بتاعنا زي ما احنا عارفين هو فيلم من إخراج زاك سنايدر. وهنا إسهامات زاك سنايدر في الفيلم مش مقتصرة بس على الإخراج، لأن زي فيلم أرمي أوف ذا ديد زاك سنايدر هنا برضو مشارك في الكتابة وفي التصوير. فاحنا فيلمنا من إخراج وتصوير زاك سنايدر، والفيلم نفسه من تأليف زاك سنايدر بالشراكة مع كيرت جونستاد وشي هيتن. وكالمعتاد عشان ما اطولش عليكم خلونا نبتدي في الحلقة، بس ما تنساش لو الحلقة عجبتك تبقى تعمل لايك وسبسكرايب. دلوقتي بقى يلا بينا ندخل على الحلقة. We're gonna have to fight. أحداث الفيلم بتاعنا بتبتدي بوصول جزء من جيش الكوكب الأم لقرية مزارعين صغيرين. الجيش ده جاي بقيادة الأدميرال نوبل. أدميرال نوبل بيكون بيلف في مهمة كبيرة جدا، وهي إن هو يحاول يقبض على الثوار أو المعارضة في الحالة بتاعتنا هنا. فلما بيوصل القرية بتاعت المزارعين بتوعنا بيبتدي يطلب مساعدتهم من خلال توفير جزء من محصولهم، وده طبعا للمساعدة في إطعام الجنود اللي جايين معاه. ولكن ده اللي بيكون باين من على السطح وبس، ولكن نوايا أدميرال نوبل بتكون مختلفة تماما. وبسبب نوايا أدميرال نوبل الخبيثة بتقرر إحدى سكان القرية الصغيرة دي، وهي معروفة باسم كورا، بتقرر كورا ساعتها إنها هتطلع في رحلة علشان تجمع جنود كافيين لمحاربة جيش الكوكب الأم، علشان يمنعوهم من السيطرة على المحصول بتاع القرية بتاعتهم. ومن هنا بتنطلق الأحداث بتاعتنا. بالتأكيد لما كنا هنبتدي نتكلم عن الفيلم ده، فأكيد من أول الحاجات اللي عجبتني أنا في الفيلم ده وهي التجربة البصرية اللي موجودة في الفيلم. الفيلم ده بصريا رائع، الجرافيكس فيه شكلها جامد جدا، وكل ما فيها شكله روش قوي. السينماتوجرافي من اكتر العناصر تألقا هنا في الفيلم، لان بجد الفيلم فيه شوية كادرات وصور والوان وحاجات زي دي رائعة. اختيارات الالوان ذات نفسها والستايل بتاع الكالر جريدنج بتاع زاك سنايدر انا بحبه جدا بصراحة، وهنا برضو في الفيلم كان متميز كالعادة. بشكل عام كل ما هو متعلق بالصورة في الفيلم دون فهو رائع. وبما اننا بنتكلم عن الجوانب التقنية، فبرضه نفس الكلام ينطبق على التجربة السمعية. التجربة السمعية ان كانت من ناحية المؤثرات او ان كانت من ناحية الموسيقى فهي كانت رائعة برضه، لان المؤثرات الصوتية هنا في الفيلم معمولة بطريقة متقنة جدا وعلى مستوى عالي جدا من الجودة، وكذلك الموسيقى هنا كانت رائعة. ننتقل بقى بعد كده للأداءات. الأداءات هنا من الجميع كانت في مستوى متوسط جدا. كل الأداءات هنا كويسة قوي، ولكن ما فيهاش أداء عظيم، وكذلك ما فيهاش اي اداء وحش، لان كل الطاقم بتاعنا بيقدم اداء في المتوسط المعقول. ولكن ده ما يمنعش ان انا عندي تعليق سلبي وحيد على فقرة الاداءات، ولكن ده هنقوله كمان شوية. كمان لو هنتكلم عن الايقاع بتاع الفيلم، فالايقاع بتاع الفيلم كان حلو جدا، لانه انا بتفرج على الفيلم ما حسيتش بالوقت، وحسيت ان الوقت بيجري اصلا وانا بتفرج. فهنا ايقاع الفيلم مظبوط جدا من وجهة نظري. السيت اب بتاع العالم نفسه كمان كان كويس جدا شكلا وموضوعا، عالم مليان كائنات كتير وتفاصيل كتير. ولكن نقطة العالم الجديد دي بتيجي معاها مشكلة كبيرة، وبرضه مشكلة كبيرة دي هنقولها كمان شوية في السلبيات. الأكشن هنا في الفيلم كان رائع، والأكشن اللي هنا بيتميز بكل ما يقدمه زاك سنايدر في الأكشن بتاعه كالمعتاد، لأنه هنا بيقدم لك مشاهد أكشن متقنة جدا وروشة جدا، أكشن مليء بمشاهد السلو موشن، إن ما كانش أغلبية مشاهد الأكشن فيها سلو موشن، وده شيء ما بيضايقنيش على فكرة، بالرغم إن كان في مشهد هنا كان ممكن يقللوا فيه استخدام السلو موشن شوية، لأن في المشهد ده بالذات كانت زيادة عن اللزوم بصراحة. ولكن بشكل عام وجود السلو موشن بالستايل بتاع زاك سنايدر دون ما بيضايقنيش أساسا. فأنا بالنسبة لي كنت شايف مشاهد اكشن رائعه ومتقنه جدا، وزي ما قلت روشه جدا. وعلى قد ما كان الاكشن جامد، ولكن انا كنت متوقع ان انا اشوف اكشن اكتر من كده بكتير. وما تفهمونيش غلط، لان الاكشن اللي في الفيلم ما كانش قليل، ولكن لسبب ما في اعتقادي الشخصي كنت حاسس ان انا اشوف مشاهد اكشن اكتر من كده بكتير، وهو ده فعلا اللي انا كنت بتمناه، ان انا اشوف مشاهد اكشن هنا في الفيلم اكتر بكتير من اللي انا شفتها. ولكن بشكل عام تجربه الاكشن هنا في الفيلم كانت رائعه. القصه نفسها كانت كويسه، ولكن بصراحه كانت ممكن تبقى اقوى من كده بكتير، لانها بصراحه كان ناقصها شويه تفاصيل. وكمان الفتره مثلا اللي كان فيها تجميع الفريق ما كانتش اكتر حاجه قويه او مسليه، وده طبعا مقارنه باعمال تانية كتير جدا شفنا فيها فقره تجميع الفريق دي. فزي ما بقول لكم كده، لو احنا هنقارن الفقره دي فقره تجميع الفريق مع نفس الفقره دي من افلام تانية، فلا، هي هنا الحته دي من الفيلم اللي كان بيتم فيها تجميع الفريق ما كانتش اكتر حاجه كويسه، او ما كانتش ممتعه بالقدر الكافي. كمان احنا الفيلم بتاعنا هنا كان عنده مشكله كبيره جدا، وهي انه في اوقات كتيره جدا كان بيغفل انه يقدم دوافع للشخصيات اللي انضمت لجيش المزارعين بتوعنا. وحتى
الشخصيات اللي اتقدم لها دوافع بصراحه حسيت ان الدوافع بتاعتها متكروته بسرعه. وبصراحه الفيلم ما غفلش بس ان هو يقدم الدوافع للشخصيات اللي انضمت للجيش بتاعنا وبس، ولكن في شخصيات كتير الفيلم بشكل عام اصلا نسي ان هو يدينا دوافع لتصرفاتها. نرجع بقى لنقطه ان احنا العالم بتاعنا ده كان ناقصه شويه حاجات. على قد ما تقدمت العالم دي كانت عايزه تدينا احساس كده ان احنا في عالم ضخم وعالم جديد وغريب ومليان كائنات غريبه، الا ان في اوقات كتيره جدا الفيلم كان بيكسل او بيستسهل ان هو يقدم لنا حاجات توضح ابعاد العالم بتاعنا وتشرح لنا تفاصيله بشكل اكبر وتعرفنا اكتر واكتر على الكائنات الغريبه اللي تعرضنا لها اثناء الاحداث بتاعه الفيلم بتاعنا. وكمان الفيلم غفل في اوقات كتيره جدا ان هو يديني وعي بالمكان اللي احنا فيه، مش المكان اللي احنا فيه بس بصراحه، كل الاماكن اللي احنا عدينا عليها في الفيلم، لان الاماكن اللي احنا بنعدي عليها جوه الفيلم هنا هي اماكن لو هتفكر انت بدماغك هتلاقي انها اماكن بعيده عن بعض جدا، ولكن التنقل هنا في الفيلم من مكان لمكان كان بيبان كانه سهل جدا وما بياخدش وقت باي شكل من الاشكال. فدي بصراحه كانت حته عامله لي ايرور في دماغي، لان الفيلم هنا ما كانش مدينا وعي كافي بالعالم اللي احنا فيه وتفاصيله. فبشكل عام الفيلم كان محتاج شغل اكتر من كده بكتير على التفاصيل وعلى تقديم العالم ده بكل تفاصيله، ان كانت عن الاماكن، ان كانت عن الشخصيات، ان كانت عن الكائنات، وعن حاجات تانية كتير قوي هنتكلم فيها في فقره الحرق. كمان الطريقه اللي اتقدم بيها الاشرار بتاع الفيلم بتاعنا هنا هي طريقه تقليديه جدا من وجهه نظري، وعلى فكره مش هي دي الحاجه اللي مضايقاني في تقديمهم، لان الطريقه اللي اتقدموا بيها دي على قد ما انها تقليديه على قد ما انها كانت ناجحه جدا في انها تضيف عنصر التوتر، واللي ضافته بصراحه بشكل فعال جدا وناجح جدا. ولكن اللي مضايقني اكتر في الطريقه اللي اتقدم بيها الاشرار هي ان احنا ما لمسناش الطرف التاني اصلا، لان اثناء ما الفيلم كان بيقدم لنا الجانب بتاع الشر هنا ما ركزش اصلا ساعتها على البيج بوس بتاع الجانب ده. فانا حسيت بصراحه ان احنا ناقصنا هنا شويه تفاصيل مش قليله. لو كلامي مش واضح دلوقتي فممكن تستنوا شويه بس لفقره الحرق، واكيد لو انتوا اتفرجتوا على الفيلم هيبقى عندكم الامكانيه ان انتوا تتفرجوا عليها وساعتها هتفهموا كل اللي انا بقوله دلوقتي ده. كمان احنا من شويه لو فاكرين كده كان عندنا نقطه سلبيه متعلقه بالاداءات، ومشكلتي الكبرى هنا في الفيلم في حته الاداءات بالذات كانت في ناحيه اختيار صوفيا بوتولا للبطوله. بالرغم ان الدور اللي بتلعبه صوفيا بوتولا هنا هو دور مشابه جدا لغالبيه الادوار اللي بنشوفها فيها، دور الشخصيه القويه الباداس اللي بتعمل اكشن كتير، اللي في حالتنا احنا كمان هنا متوقف عليها اصلا انقاذ القريه اللي هي عايشه فيها. كل ده تيبيكال قوي اللي احنا متعودين نشوفه من صوفيا بوتولا، الا ان في اوقات كتيره لما كانت بتيجي تتكلم هنا في الفيلم ما كنتش بحس انها مقنعه بالنسبه لي قوي في الكاركتر ده، اللي هو الكاركتر الباداس اللي بيعمل اكشن اللي متوقف عليه انقاذ القريه كلها. في اوقات كتيره هنا حسيت انها ما كانتش مقنعه قوي بصراحه، بالذات لما كانت بتيجي تتكلم. غير كده انا ما عنديش اي اعتراضات على بقيه الاداءات اللي في الفيلم كلها كانت اداءات متوسطه. حتى اداء صوفيا بوتولا نفسها هنا في الفيلم كان كويس ولكن برضه ما كانش احسن حاجه، وكمان كنت حاسس ان ممكن يجيبوا حد تاني مكانها يعمل الدور ده وكان هيقدمه بشكل احسن من كده بكتير. كمان احنا في اول الفيلم بيحصل عندنا حدث مش منطقي تماما، والحدث ده على فكره هو حدث مهم جدا ومؤثر جدا في الاحداث، ولكن للامانه مش هينفع اوضحه دلوقتي علشان بس ما ابقاش بحرق عليكم اي حاجه، فاكيد هنوضحه في فقره الحرق. خلوني بقى في النهايه الخص لكم الكلام ده كله. الفيلم بتاعنا هو فيلم مسلي جدا، فيلم متميز جدا في الجوانب التقنيه بتاعته، فيلم مليان بمشاهد الاكشن الروشه جدا. مشاكل الفيلم اغلبها متعلق بالقصه نفسها وببناء العالم وبتفاصيله وشويه حاجات تانية كده كتير، بس مش عايز اتكلم عليها دلوقتي علشان ما ابقاش بحرق في اي حاجه. وبصراحه بشكل عام على قد ما انا الفيلم استمتعت بمشاهدته على قد ما انه هو بصراحه فيلم ضعيف، وبصراحه انا كنت متوقع منه اكتر من كده بكتير. وعشان كده تقييمي النهائي لفيلم ريبيل مون A Child of Fire Part 1 هو 6.5/10، وده بس عشان انا بحب افلام زاك سنايدر وبصراحه علشان استمتعت بالفيلم شويه، ونظرا لاني شايف الاراء على الفيلم ده هتختلف جدا ما بين ناس هتشوف الفيلم ده كويس وناس تانية هتشوفه حلو قوي وناس تانية هتشوفه سيء جدا. فبسبب الموضوع ده انا مستني رايكم عن الفيلم هنا في التعليقات بشكل كبير جدا جدا جدا. قبل ما ندخل على فقره الحرق، طب بعد الجزء الاول من الفيلم ده هل انا متحمس للجزء الثاني اللي تقريبا هينزل في شهر 4 أو 5 السنه الجايه؟ للامانه انا حماسي للجزء الثاني قل شويه لاني كنت متوقع من الجزء الاول اكتر من كده بكتير بصراحه، ولكن حماسي ما اختفاش بشكل كامل، ما زلت عندي استعداد ان انا اتفرج عليه، وعندي برضو احساس ان انا هستمتع بيه بنفس القدر اللي استمتعت بيه بالجزء ده. يعني هتفرج على الفيلم مش هتضايق، ولكن متاكد برضو ان انا هلاقي فيه مشاكل كتير، لان في الغالب خلاص الفيلم الثاني واخد نفس النهج بتاع الفيلم ده، لان الفيلم خلاص هيتعرض خلال 4 أو 5 شهور، فاكيد الفيلم اصلا اتصور خلاص وشغالين عليه في البوست برودكشن، مش بعيد يكونوا خلصوه او قربوا يخلصوه اصلا. فانا متوقع نفس المشاكل اللي كانت في الجزء ده للاسف، ولكن عندي احساس بسيط ان الجزء الثاني ممكن يبقى امتع سنه من الجزء الاول، لان المشاكل الكبرى اللي كانت في الجزء الاول كانت مشاكل ليها علاقه بتقديم العالم وبالتفاصيل وبالدوافع. فبما ان الحاجات دي احنا كلها عدينا عليها اصلا في الجزء الاول حتى لو كان بشكل ضعيف او نسيناها بشكل ضعيف، فانا متاكد اصلا ان التركيز الكبير في الجزء الثاني هيبقى على الحرب او الصراع نفسها، وبالتالي
انا شاكك ان الجزء الثاني هيبقى الاكشن فيه اكتر بكتير من الجزء الاول، ومش هيبقى فيه تركيز على كل الحاجات اللي كان فيها مشاكل من الجزء الاول. عشان كده انا متحمس سنه للجزء الثاني، ولكن وانا واخد حذري شويه علشان ما البسش في حيطه. اسف جدا على التطويل، وبعتذر جدا ان انا اخرتكم عن فقره الحرق، ولكن بما اننا وصلنا للمرحله دي فدلوقتي حابب ان انا احذركم اننا داخلين على فقره الحرق. فلو انت لسه ما اتفرجتش على فيلم ريبيل مون، يا ريت توقف الحلقه بتاعتنا دلوقتي وتبقى ترجع لها تاني لما تخلص مشاهده الفيلم، علشان ما نبقاش بنحرق عليك اي حاجه ونبوظ عليك تجربه الفيلم. وكالمعتاد اهم حاجه ان انت تخرج قبل الصفاره. من ضمن دوافع الشخصيات اللي ما كانتش واضحه هنا في الفيلم وهي دوافع شخصيه كاي. ما حسيتش ان فهمت قوي هو ليه قرر انه يبيعهم في الاخر. ما بانش قوي بصراحه بالنسبه لي ان كان من الاول كان متواطئ مع جيش الكوكب الام، ولا عمل كده مثلا علشان دفعوا له اكتر، ولا بشكل عام ايه السبب اصلا ان هو يعمل كده. فدي نقطه الفيلم غفلها. غير الشخصيه دي بقى في اي شخصيه تانية الدوافع بتاعتها اتكروتت بشكل مش طبيعي. غالبيتهم حرفيا الدوافع بتاعتهم بتتلخص في جمله واحده اتقال فيها الدافع بتاعهم وبس كده خلاص. وفي منهم كمان اللي كانت دوافعه مش قويه قوي بالنسبه لي، زي بلوداكس مثلا. هو شارك لهدف معين، اصلا الفريق اللي هو كان بينضم له ساعتها دون هو فريق بيسعى ورا نفس الحاجه اللي كانت بتسعى وراها فرقه المعارضه، اللي هي اصلا الفرقه او الجيش اللي بيقوده بلوداكس واخته. ولكن فكره ان انا ادخل حرب خسرانه دي علشان خاطر اميكا بوينت بصراحه ما كانتش منطقيه قوي بالنسبه لي، خصوصا ان هو من اوائل الحاجات اللي قالها اصلا انا ايه اللي دخلني حرب زي دي تقريبا هي خسرانه. فبرضه دي حاجات متكروته او مش متقدمه بشكل كويس. وقيس على ده على فكره بقيت دوافع كل الشخصيات. مثلا شخصيه جنرال تايتس ما فهمناش هو رجع ليه قوي. كل اللي اتقال عنه ان هو راجع بسبب الانتقام. طب الانتقام ده كان بسبب ايه؟ دي نقطه ما كانتش واضحه بالنسبه لي بصراحه. وتراك برضو ما كانش واضح قوي هو دخل معاهم ليه في الموضوع ده. يمكن علشان حرروه ولكن ما اعتقدش ان دون يبقى سبب كافي قوي ان هو يدخل حرب زي دي وهي حرب خسرانه برضو. فيعني بشكل عام الدوافع كانت متكروته بشكل كبير. دلوقتي هنتكلم عن الطريقه اللي اتقدم بيها الاشرار. الفيلم هنا علشان يخليك تكره جانب الشر وتخاف منه شويه قدمه بطريقه تقليديه قوي، وهي متمثله في الكام مشهد اللي كانوا موجودين في الاول لما كانوا الجنود بيضايقوا اهل البلد، وشفنا ان هم ناس ما عندهمش لا دم ولا ضمير ولا اخلاق، خصوصا لما غالبيه الجنود دي اتهجموا على سام اللي هي البنت اللي كانت بتشربهم الميه. فدي طريقه انا مش معترض عليها قوي بصراحه، لانها كانت فعاله، خلقت توتر كافي وخلتني ما بقاش حابب الجانب ده كله على بعض. برغم برضو ان هم ظهروا ان مش كل الجانب ده سيء، لان كان في واحد من الجنود كان بيحاول يدافع عن البنت وكان واقف ضد الجنود التانيين. ولكن المشكله الكبيره اللي كانت مواجهاني هنا ما كانتش التقديم ده، كان عدم وجود تقديم كافي للشرير الكبير، للراجل اللي بيحرك الجيش ده كله على بعضه، اللي هو تقريبا اسمه بيليساريوس لو انا فاكر صح. ده تقريبا احنا ما قربناش منه غير قرب نهايه الفيلم. هو تقريبا ما ظهرش في الاحداث اللي احنا ماشيين فيها في الحاضر غير في اخر مشهد. فكنت اتمنى اننا نركز عليه بشكل اكبر شويه، نفهم شخصيته وطبيعته، نفهم هو ماشي المملكه ازاي اصلا، او اصلا نفهم ابعاد المملكه دي ايه، وايه اللي بيقع تحت ملكه وايه اللي ما بيقعش تحت ملكه. يعني محتاجين تفاصيل اكتر بشكل عام وتركيز عليه هو بشكل خاص. كمان انا كنت مهتم جدا ان الفيلم يبقى مركز بشكل اكبر شويه على نشأة جيش المعارضه او جيش الثوار بمعنى اصح، لان الفيلم هنا ما قدم لناش اي حاجه عن نشأتهم واسباب نشأتهم اصلا والظروف اللي طلعوا فيها. يعني الموضوع عدى كده اللي هو ايه، احنا عندنا ثوار وخلاص، ولكن ايه الاسباب او الظروف او الكيفيه اللي نشأوا بيها لا معلش مش هحطها له. ودي حاجه كانت مضايقاني بصراحه. كمان كنا محتاجين توضيح اكتر شويه لتفاصيل ماضي شخصيه كورا، لان بصراحه كده مع التفكير ما كنتش فاهم هي كورا سابت الجيش بتاعهم امتى. احنا عرفنا في الاول ان شخصيه كورا دي كانت اصلا ضمن الجيش اللي بينتمي للكوكب الام، وفي مرحله ما انفصلت عن الجيش وبعد كده قعدت تهرب وتعيش في كل مكان مختلف شويه لغايه لما استقرت شويه في قريه المزارعين. ولكن ملابسات انفصالها عن الجيش نفسها ما كانتش واضحه قوي. فدي نقطه انا كنت حاسس ان احنا محتاجين نركز عليها بصراحه. كمان الحدث الغير منطقي اللي حصل في بدايه الفيلم، والحدث ده حصل لما الروبوت قرر ان هو يساعد المزارعين، لما شخصيه كورا كانت بتتخانق مع الجنود في الحظيره جوه وظهر الروبوت في اللحظه الاخيره، وساعتها كان القرار في ايده، يا اما يضرب طلقه على كورا ومن هنا الاحداث بتاعتنا ما كانتش هتبتدي اصلا وما كانش هيبقى في احداث اساسا، يا اما ياخد صف كورا نفسها ويضرب نار على الجنود او على الجندي الوحيد اللي كان متبقي. وبشكل غريب القرار اللي هو بياخده بيكون ان هو يموت الجندي المتبقي، مع العلم ان ده روبوت كان مبرمج على انه يخدم جيش الكوكب الام. بل كمان في التقدمه اللي اتقدمت عنهم قالوا ان هم امتنعوا عن القتال من ساعه مقتل الملك، واثناء التقديم برضه اتقال ان ده حصل بسبب خطا برمجي حصل لهم. فمنين الروبوت ده عنده خطا برمجي يمنعه من القتال من ساعه مقتل الملك، وقرر ان هو يشترك في خناقه هنا ويموت حد، وكمان لما يقرر يعمل كده يقرر ان هو يعمل كده على الجيش الام اللي المفترض برمجته بتقول ان هو بيخدمه، وده في الاول والاخر روبوت. يعني مفيش سبب منطقي يخليه يغير تفكيره لانه مبرمج على عمل حاجات معينه. وبصراحه لو احنا الفيلم بتاعنا كان معتمد
معتمد على المشهد بتاع الروبوت دون مع سام في الاول على انه يكون مبرر لقراره في الاخر اللي هو قراره بقتل الجندي، فده بصراحه مبرر خيبان قوي، لان زي ما قلنا من شويه ده روبوت يعني مبرمج، يعني مش قاعده لطيفه زي اللي حصلت في اول الفيلم دي هتخليه يغير تفكيره. وحتى لو الروبوت دون كان عنده المقدره على تطوير تفكير ذاتي خاص بيه، كانه مثلا عنده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي او كانه عنده وعي ذاتي مثلا، فده للاسف شيء ما تقدمش برضه عن الروبوت ده اصلا هنا في الفيلم، وده بيجعل ان تصرفه دون مش منطقي اساسا، وما كانش المفروض يحصل من الاول، لان كان المفترض لو الروبوت وجد في الحاله دي هيتصرف تصرف من الاثنين، يا اما الخطأ البرمجي بتاعه دون هيفضل شغال ومش هيشترك في القتال اساسا مهما كان اللي هيحصل، يا اما لو كان الخطأ دون لاي سبب ما اتصلح كان ساعتها هيبقى واقف في صف الجنود مش في صف اهل القريه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندي عن فيلم ريبيل مون A Child of Fire Part 1. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، وكالمعتاد ما تنسوش لو الحلقه بتاعتنا عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتبقوا تفعلوا زرار الجرس، وبرضه ما تنسوش تعدوا على لينك اكونت تويتر اللي موجود تحت في الديسكريبشن. وبس كده، كالمعتاد كان معكم مارو من مارو ريفيوز، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.